السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة الفيديو نصايح تفيدك في المطبخ، نصايح تفيدك جدا. خليكي لاخر الفيديو عشان هتستفيدي. اول نصيحة معانا، هو لما تيجي تتبلي البط او الديك الرومي اعملي له تتبيلة خاصة بعيد عن تتبيلة الفراخ، يعني غير تتبيلة الفراخ. ايه هي التتبيلة دي؟ بتبقى عبارة عن معلقة قرفة ومعلقة ينسون نجمة ومعلقة شمر ومعلقة كمون ومعلقة جنزبيل، واخلطيهم مع بعض واضربيهم في الكبة. آه وطحنيهم وعينيهم في برطمان دايما تتبلي بيهم الديك الرومي او البط، لان نكهة التوابل اللي انا قلت عليها دي حادة وقوية وبتضيع اي زفار. تاني نصيحة عن سلق الكرنب، لما نيجي نسلق الكرنب نحط في مية السلق قطعة خبز وكمان معلقة كبيرة كمون حصى. الكمون الحصى هيمنع الانتفاخات والغازات اللي بنحس بيها لما بناكل الكرنب. اما قطعة الخبز فهتتسبب ان هي تمتص جميع الروائح اللي بيسببها سلق الكرنب. تالت نصيحة، لما تيجي تعملي حمام لازم تعملي له محلول نقع، عبارة عن 3 لتر ونص مية ونص كوباية سكر ونص كوباية ملح وورق لوري وحبهان وقرنفل وجوز الطيب وكبابة صيني وروزماري وزعتر، واي منكهات تحب تحطيها حطيها معاه. المحلول الناقع ده ما شاء الله هيخلي لك ريحة الحمام لذيذة جدا وجميلة جدا ومش فيها اي زفار. الملح هيقوم بالعملية الأسموزية، اللي هو ان هو هيقوم بحمل جميع النكهات ديت ويدخلها لأنسجة الحمام ويستبدل الزفارة بالنكهات القوية الجميلة دي. بس كده، يا رب اكون فدتكم. ما تنسوش تدعموا لي القناة وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.